صبرنا نفذ، صبرنا خلاص نفذ، خلاص. شكوى جديدة ضد نادي الزمالك. لا، هو ما فيش غير الزمالك. يعني انا عاوز اعرف، هو ما فيش غير نادي الزمالك اللي في افريقيا كلها اللي بيتعمل فيه كده؟ شكوى جديدة ضد نادي الزمالك من رئيس نادي طبجة او طبجة المغربي. ايه نادي طبجة ده؟ وبيقدم شكوى ليه في الفيفا ضد نادي الزمالك؟ بسبب مين يا سيدي؟ بسبب عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي لحد الان النادي بتاعه ما خدش المستحقات، ما خدش الفلوس، ما خدوش حاجه. راحوا قدموا شكوى في الفيفا ضد نادي الزمالك، بيقولوا للفيفا احنا زهقنا، احنا لينا فلوس عند نادي الزمالك مش عارفين ناخدها. خدوا اللاعب مننا ولحد الان احنا ما فيش فلوس، احنا زهقنا، زهقنا، ما تدونا فلوس. حتى انت، ده انا بقول على المغاربه اخواتنا وحبايبنا، حتى ما حدش عاوز يصبر على الزمالك، ما حدش عاوز يصبر على الزمالك. والله العظيم الزمالك ده اقسم بالله الفريق الوحيد اللي مظلوم. ما هو الراجل راح يتعاقد عشان خاطر الجمهور، راح جاب عبد الحميد معالي من قلب المغرب ليه؟ من نادي طنجة المغربي ليه؟ عشان يدعم الفريق. طب اصبروا علينا شويه، شهر بس الازمه تفك. لا، الناس بقى، رئيس نادي طنجة المغربي قال لهم انا صبري نفس، انا عاوز فلوسي، انا عاوز فلوسي. الزمالك يا جماعه حاليا مش بيمر بشكوى، انا في شكوات كتيره قوي انا اللي عرفت اجيبها واقولها. دي من ضمن الشكوات ضد نادي الزمالك. مش عارفين بقى من شيكو بانزا ولا اخواننا الفينا ده شيكو بانزا عنده مشكله برضه، النادي بتاعه عايز فلوس. اخوان الفينا نفس. طب اخوان الفينا لسه دافعين له فلوس دلوقتي حوالي، مش عارف هو واسمه ده، حوالي 100,000 دولار. الزمالك الخزنه اتنعنشت شويه، خلينا صراحه مع بعض، ما حدش عارف حاجه. سيبك من الفيديوهات اللي بتظهر، لا الزمالك الخزنه اتنعنشت شويه، بس لسه عمال ايه يسد هنا شويه وهنا شويه. عبد الحميد معالي طلع لهم الراجل النادي، رئيس نادي طنجة المغربي قال لهم لا ده انا صبري نفس بقى، ادوني، انا عاوز فلوس. الزمالك يا جماعه مش عاوز اقول في اسوأ حالاته، لا في افضل حالاته، لانه عنده لعيبه بتاكل الزلط، احنا كنا عارفين كده. الزمالك عنده لعيبه لو طلعها بس كده في افريقيا هتجيب. ده لو الزمالك دخل على وضعه الحالي في بطوله دوري ابطال افريقيا، انا بقول لك هياخد البطوله على وضعه الحالي، على المشكله بس يدعموه، بس ايه، يسيبوه، لا يقيدوه ولا يقولوا له عايزين فلوس، سيبوه يكسب البطوله، ياخد فلوس البطوله، يحاول في ازمه. الزمالك في ازمه ماليه كبيره، ولكن عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه تاكل الزلط. بس الازمه الماليه اللي في نادي الزمالك حاليا والشكوات اللي ضده عماله. انت عارف لما اقول لك انا اجيبها لك ازاي؟ انت عارف لما تحط مثلا مليون جنيه في مكان، المكان ده كله فران، والفران عماله تاكل في الفلوس. هو الزمالك مهما تحط فلوس في النادي بتتاكل وبتتاخد. طيب ليه؟ لعيبه عاوز ندفع لها فلوس، الاداريين عاوزين ياخدوا فلوس، المدربين عاوزين ياخدوا فلوس، الزمالك عليه فلوس في فلوس في فلوس. فالزمالك حاليا شكوات نازله عليه رخ رخ رخ. امتى الزمالك يحل ازمته ويبيع 3 4 لعيبه من اللي عنده؟ ناصر منسي، حسام عبد المجيد، يطلع له كمان لاعب اعاره في اي حته يلم له 10 مليون دولار من ورا اللعيبه دي. ده حسام عبد المجيد لوحده جايب 3 مليون دولار ونص. عارف يعني 3 مليون دولار حسام عبد المجيد لوحده، وناصر منسي جاي له نفس عرض برضه حوالي 3 مليون دولار تقريبا. يعني لما يطلع اللعيبه دي كلها ونعنش الخزنه، وهو ده اللي هيحصل في يناير الجاي، في انتقالات بقى شتويه بقى. الانتقالات الشتويه ده هيمشي، يجيب رمضان صبحي مع شويه لعيبه الدنيا. طب ما ليه بيراميدز عاوز يمشي رمضان صبحي ليه؟ بيراميدز عاوز يمشي رمضان صبحي ليه؟ اولا اللاعب بيتصاب كتير. خش يا باشا اقرا، هو انا بجيب لك الكلام ده من دماغي؟ انا بحب اقرا خش على الجريده الرسميه اجيب الخبر من قلبها، ما اسمعش واحد انا كده عمال اتكلم اسمع منه واروح انقل لك الفيديو، لا، اجيب لك من قلب النادي من جوه. رمضان صبحي عنده اصابات كتيره والمدير الفني مستبعده، فقال لك احنا بقى ايه، نودوه الزمالك. بالنسبه للزمالك رمضان 10/10 يا جدع، فرصه، فرصه. بس الزمالك حل ازمته الماديه بقى، الفلوس. الزمالك لو حل الازمه الحاليه ودفع الفلوس اللي عليه، الزمالك ما حدش هيقدر. خدها مني الفتره الجايه، ما حدش هيقدر. الزمالك اول ما يدفع مستحقاته هيمسك الدوري ومش هينزل. اسمع اللي بقول لك عليه، الفتره الجايه الزمالك هيمسك الدوري مش هينزل، بمجرد ما يسد الديون اللي عليه محدش هيقدر الزمالك.
لو حد قدر الزمالك او حد عرف ينزل الزمالك من المركز الاول انا هتحاسب. والزمالك هياخد بطوله الكونفدراليه الافريقيه، والزمالك هياخد بطوله كاس السوبر المصري اللي هيتلعب كمان ايام. خد الكلام ده مني الثقه، والزمالك هيفرح وجماهيره هتفرح. اي نعم شكاوي وحوارات والدنيا، بس اتفرج الفتره الجايه الزمالك هيعمل ايه.